ما يجري في الشمال السوري؟ شوفي، انا يعني بالشق الاول هو بدي احكي شقين، بالشق تفضل. الاول دلالات هذا الموضوع، نعم. والشق الثاني يعني توقعات او نتائج دخول الجيش السوري على هذه المنطقه. نعم. اول شيء انه يتواجد الجيش السوري في هذه المنطقه بعد 6 سنوات او 4 أو 5 سنوات من سيطرة الجماعات المسلحة على هذه المنطقة. نعم. يعني هو تحول استراتيجي كتير كبير عند الأهالي اللي موجودين بهذه المنطقة، وأيضا ضمن كل يعني على مستوى سوريا، الجمهورية العربية السورية بأكملها. لذلك نحن مجرد أنه نشوف الجيش السوري دخل منطقة تادف ووصل يعني بالبداية 24 قرية ببعضها وصولا إلى بعض القرى المحاذية تماما لمنطقة منبج، هو أمر يعني معنويا يترك أثر إيجابي كبير جدا لدى الأهالي هذه المنطقة، خاصة أن أهالي هذه المنطقة عانوا ما عانوه من الجماعات الإرهابية. يعني نعم. ما ضلت جماعة إرهابية وإلا مرقت على هذه المنطقة. نعم. وعلى هذول الأهالي اجت جبهة النصرة وداعش وما يسمى بالجيش الحر وكل فصائل بين قوسين الجيش الحر التي تتبنى عقيدة إرهابية ووهابية متطرفة ووحشية نكلت بالأهالي. وبالتالي هذا الشعب في هذه المنطقة كان ينتظر اللحظة التي يعود فيها الجيش السوري إلى هذه المنطقة، وهذا أمر له دلالاته كما قلت، له دلالات استراتيجية كبيرة ومعنويات كبيرة. هلا نتائج وجودنا بهذه المنطقة هو أول شغله هو استعادة الجيش السوري لحقه بأن يكون على ضمن هذه المنطقة. نعم. لأن هي أراضي سوريا، وتم توصيف دخول الجيش التركي إلى منطقة الباب بأنه عدوان واحتلال. نعم. والتوصيف القانوني هو عدوان، وبالتالي هذا أمر كان مرفوضا. الجيش السوري دخوله على هذه المنطقة حقق استهداف أساسي بأنه أسقط المشروع التركي في منطقة الشمال الشرقي لحلب، وهذا أمر جدا مهم في السياسة وفي العمل العسكري. لذلك وجود الجيش السوري كما قلنا عودة الحق لأهله وعودة هذا الجيش إلى مكانه الطبيعي، وخاصة أنه في منطقة محاذية أو قريبة هي منطقة الرقة. أنا بدي أتوافق مع ما جاء في صحيفة جريدة الأخبار أو جريدة الأخبار بأنه الجيش السوري في هذه المنطقة أكد معادلة أساسية بأنه تحرير هذه المنطقة لن يكون إلا على أيدي الجيش السوري، وبالتالي اسقاط رمزيه داعش هو راح يكون على ايدي الجيش السوري. وايضا هذا امر مهم لدى الشعب السوري وايضا لدى الدول المجاوره، بانه رساله اساسيه ان الجيش السوري على مدى 6 سنوات او 7 سنوات من القتال ومواجهه هذه الجماعات الارهابيه حاضر في هذه المنطقه ولم يترك شبر من أراضيه، وهذا أمر أنا بتقديري جدا مهم. وهو رصيد كبير سيصرف في العملية السياسية أيضا في لاحقا. العملية السياسية قطع الطريق على المشروع. يعني هو بالعنوان العام إسقاط المشروع التركي في المنطقة الشمالية الشرقية رغم وجوده في بعض المناطق موجود، ولكن التركي لا يستطيع أن يتقدم اليوم في يعني في المناطق التي تذهب باتجاه منبج والمناطق التي ما بعد منبج باتجاه الرقة، لأنه الجيش السوري عمل مثل قوس محيط بهذه بالجيش التركي. يعني هيك بعبارة صريحة واضحة، التركي لم يعد لديه مشروع في هذه المنطقة